السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وإن شاء الله يكون يومكم سعيد. زي ما وعدتكم بسوي إن شاء الله اليوم مكبوس دجاج على الطريقة الكويتية. بنسويها إن شاء الله بطريقة ميسرة وسهلة جدا جدا. صوروا الآن السناب الجاية المكونات وبوريكم خطوة بخطوة. أول شيء نبدأ وياكم خطوات سلق الدجاج. أنا أخذت هنا 3 حبات دجاج وقطعتها كل واحدة نص، وعندي هنا ورق غار وهيل وعود قرفة وفلفل وقرنفل، وعندي فلفل أسود ولومي أسود وثوم، وأيضا عندي هنا بصل مفروم وطماطم، وهنا عندي زعفران منقوع بماي ورد. وآخر شيء بالنسبة لمكونات الدجاج حقة السلق البهارات، عندي هنا بهارات مشكل وهيل وكركم ملح وقرفة وبهارات الكاري وفلفل أسود. نيجي لمكونات الحشوة. هنا عندي بصل مقطع، وعندي هنا زبيب اللي هو يسمونه كشمش منقوع بمايه حار، وعندي هنا اللي هو النخي اللي هو الحمص المجروش سلقته بمويه حارة وصفيته منها. واخر شيء بالنسبة للبهارات اللي هو اللومي واللي هو الكركم والهيل والبهارات مشكل والملح فلفل اسود والقرفة. والمرحلة الثالثة اللي هو طبق الرز اللي هو عبارة عن طماطم وبصل مفروم، وهنا عندي بهارات مشكل وبهارات الكاري وملح. اول شيء بنسويه اللي هو بنسلق الدجاج. فالخطوة الاولى بنحط موية ونستناه لين تغلي، وبعدين نحط. بدت الموية الان تغلي، الحين بضيف كل من البصل والطماطم، وبضيف وياكم الان بهارات الحب، واضيف البهارات الناعمة. البهار الاساسي اللي المفروض تكثروا منه اللي هو بهار الكاري. الان بضيف قطع الدجاج، وبعدين اذا احتاجت الموية بنضيف لها موية، بس بنضيف عليه شوية موية ونتركه لمدة 45 دقيقة الى ساعة. طبعا غسلنا الرز ونقعناه بموية دافية لمدة ساعة، ودحين نبدأ بالحشوة. بعد ما حطينا الدجاج دحين نشتغل على الحشوة. أول شيء حطيت البصل على النار بدون لا زيت ولا أي شيء، وأقلب فيه. شوفوا كيف نقعد نقلب فيه. بعد شوي بضيف عليه شوية موية عشان أبغى يصير لونه ذهبي. دحين بضيف شوية موية عشان أبغاه يتكرمل ويصير لونه ذهبي. وبعد ما وصل للون الذهبي دحين بضيف الزيت. بعد ما قلبته كذا لمدة دقيقتين بضيف الآن اللي هو الزبيب اللي هم يسموها أهل الكويت الكشمش، ونضيف برضو النخي، بنقلبهم شويات، وبعدها بنضيف جميع البهارات. وبضيف البهارات الآن وأقلب المكونات مع بعض، ولا ننسى رشة الزعفران. كذا خلصت حشوتنا. دحين اتركها على جنب واشوف الدجاج ايش صار عليه. والمرحلة الثالثة اللي هو طبق الرز اللي هو عبارة عن طماطم وبصل مفروم، وهنا عندي بهارات مشكل وبهارات الكاري وملح. حاب اوريكم الدجاج كيف صار. وبعد ما عدت الساعة دحين بنشيل قطع الدجاج ونحطها في صينية، ونبدأ الحين نحط الزعفران، نرشق الزعفران المنقوع
وبعد ما حطينا الزعفران عشان ابغاه يتحمر فرش عليه القرفة. نجي للرز اللي هي الخطوة الأخيرة بعد ما حطينا البصل والطماطم وبقية البهارات حقتها. دحين بنضيف، حطيت الرز دحين وحطيت المصفاة فوقه علشان أحط من مرقة الدجاج عليه، ونتركه في البداية على نار عالية وبعدين نقصر عليه. دحين بعمل الإضافة اللي هي قرون الفلفل الحار وأقصر النار عليه. إيش اللي بسوي دحين؟ بحط الزعفران ورشة هيل وبضيف الحشوة اللي احنا سويناها من شوي. شوفوا كيف غطيتها كذا وخليها تاخذ الطعم مع الرز مع الريحة مع كل شيء، تطبخ براحتها. بعد ما عدت الثلث ساعة دحين نشيل الحشوة على جنب ونحط الرز على الصحن ونوريكم الشكل النهائي. طارق شنو بتسوي؟ قول هالكلمة اللي قلتها من ساعة. ننشب، ها؟ ننشب يا النشبة، انشب. الله 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 الله. نشب طارق، نشب عاد إذا نشب طارق. اللحظة التاريخية. إلا الدجاج. وكذا غلق طبقنا لهذا اليوم. حطيت قطع الدجاج فوق الرز وهذه هنا سلطة. أتمنى إنه الطبق عجبكم وبالعافية علينا وعليكم. طبعا اللي سألني على الكمية هذه اللي مين؟ الشيخ عمر بدران، محمد الجبالي حبيبي يا ابو كتب، عماد الشامسي هناك قاعد يتابع المباراة. حياكم الله شباب وسامحونا على القصور. تسلم منصور ابو كسح حبيبي. الدجاج مبسوط لا تقول لي احنا.